هو الحب هزم عمرو دياب؟ وإيه سبب فسخ خطوبته الأولى؟ وهل بيعرف يعمل موف اون بسرعة؟ وإيه سر الأزمة بين مراته التانية والتالتة؟ في الفيديو ده يلا بينا نعرف أسرار أكتر عن حياة الهضبة. هو صحيح الهوى غلاب؟ أم كلثوم لما غنت الأغنية دي كانت تقصد حب حياة كل واحد فينا، لأن الطبيعي إن كل واحد مننا يحب مرة أو اتنين، بس في ناس الموضوع وصل معاهم ل5 مرات، وكل مرة بيبان كأن مفيش غير الحب ده. وانا قصدي هنا طبعا على عمرو دياب، واللي اكتر حاجتين هو اختارهم في حياته كانوا الغنى والبنات. الموضوع بدأ معاه لما عشق بنت زميلة ليه في معهد الموسيقى، ولما اتخرجوا قرر انه يتجوزها فراح خطبها، بس بعد سنة واحدة الخطوبة اتفسخت علشان مستواه المادي كان وحش وما قدرش يلتزم بتكاليف الجواز، وده كان دافع ان عمرو دياب بيهتم بالغنى علشان يكسب فلوس، لحد ما قابل الفنانة شيرين رضا وعملوا سوا اعلانات واتجوزها وغنى ليها كليب ما تخافيش، واللي ظهرت معاه فيه ما تخافيش انا مش نسيتي، ما تخافيش لو مين نداني، وخلف منها بنته نور. بس هما انفصلوا بعد 3 سنين من جوازهم، وعمرو دياب قال وقتها ما ينفعش رئيسين في البيت، حقيقي ان لازم يبقى فيه ريس في البيت على مركب، مش ممكن يبقى فيه 2، فانا فضلت ابقى لوحدي. بعدها بسنة واحدة اتفاجئ الجمهور انه اتجوز سيدة اعمال من السعودية اسمها زينة عاشور، وقرر انه يستقر وخلفوا 3 عيال لحد ما عاشوا 20 سنة مع بعض. كانت بينهم خلافات كتيرة ما ظهرتش إلا لما اكتشف الجمهور إنه على علاقة بدينا الشربيني، وهنا نفى دياب ودينا إنهم على علاقة ببعض، ووقتها أعلن انفصاله عن زوجته اللي الغيرة شعللتها وقررت تعمل حاجات كتير مثيرة للجدل، زي إنها تتصور بالبكيني وتعادي دينا الشربيني. بس الموضوع ده ما أثرش خالص على عمرو، لأنه أعلن ارتباطه رسميا بالفنانة دينا الشربيني وغنى لها برج الحوت وأماكن السهر وأجمل عيون، وبعدها بكام سنة انفصلوا، وده خلى الجمهور يركز أكتر في حياة الهضبة علشان يعرف مين البنت الجديدة اللي هيرتبط بيها. والسؤال ده ظهر إجابته من يومين بالظبط لما تصور الهضبة مع الفنانة اللبنانية داليدا خليل في الساحل وهو حاضنها، والجمهور فهم إنهم مش مجرد صحاب بس، واللي أكد ده هي لما نشرت الصور على انستجرام وعلقت عليها الروح، وعلى كده اتقال إنه بيحاول يعوض أول حب في حياته بس مش عارف، لكن الأكيد إنه مجرد ما بيتجوز واحدة ما بينساش التانية وبتفضل تربطه بيهم علاقة صداقة حلوة، وده بيدل على انه عرف ينتقل لغيرهم بسرعة. وياريت انت كمان تعرف تموف اون بسرعة لو بتعرف تموف اون اصلا. قولنا بتعرف ولا لا وازاي في الكومنتات، ومعاها رأيك في الفيديو، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة. سلام.